اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح القشطه، ويا صباح الجمال على عيونكم كلكم باذن الله. نبدا الفيديو كده ببركه سيدنا النبي، ونحط لايك ونعمل ونفعل الجرس وسبسكرايب للقناه بتاعتنا لتوته محمود عشان عيلتي تكبر بيكم ان شاء الله. معانا النهارده هنعمل ايه؟ المندي يا جماعه سهل وسريع، هتجهزيه في 5 دقايق وفي ساعه هتكوني واكله. فهنقول هنا، فاحنا هنجيب فرخة او نص فرخة. انا كان معايا هنا 3/4 فرخة. هنتبلها بقى بزيت وملح وفلفل اسود وكركم وجنزبيل وبهارات فراخ وبابريكا مدخنة او بابريكا عادية وبودر زعفران او لون من اللي هو اللون اللي بيتجاب من عند العطار، لون برتقاني. وحطيت مكعب من مرقة الدجاج، ممكن تستغنى عن مرقة الدجاج لو ما بتحبهاش في الاكل. يبقى تاني التتبيلة بتاعتنا زيت وملح وفلفل اسود وكركم وجنزبيل وبهارات فراخ وبابريكا وبودرة زعفران. طبعا من كل حسب كمية الفرخ اللي انت عاملاها للفرخة. هتاخد معلقة من كل حاجة. انا هنا الكتف بتاعي قسمته كده بالنص كده زي ما عملته يوم ما كنت عامله الطاجن بتاع ورق العنب، بقسمه بالنص كده واعمله زي الكتاب المفتوح. والورك برضو كذلك بديله كده سكينه في العظمه بتاعه الورك، بحيث ان انا ما يبقاش فيه دم خالص، لان هو هيسوي على البخار اللي طالع من الرز. وبديها برضو من تحت الجلد كده ايه، خبطتين كده بالسكينه. طبعا انا كنت خايفه استعمل ايدي في عشان اللون ما يلزقش في ايدي قوي، لون الزعفران وبرضو لزق في ايدي، بس الحمد لله من غسيل مواعين كده طلع. هنا بقى هبدأ اجهز في الرز بتاعي. هجيب بقى هنا صينية تبقى ينفع ان هي الاكل ما يلزقش فيها في الفرن. هحط فيها هنا كمية الرز بتاعتي سواء كيلو او نص كيلو. انا عملت نص كيلو من الرز البسمتي. ببدأ احط بقى البهارات بتاعتي اللي هتتحط على الرز. ما بنحطش اي بهارات بودر خالص، بنحط كله البهارات الصحيحة اللي مش بودر. حطيت حبهان وكبابة صيني وورق لوري ولومي او اللي هو الليمون المجفف، بيدي مزازة حلوة جدا للاكل، وعدول من القرفة. وهحط شويه من الزيت او السمنه. وانا بحب اكتر الزبيب يا جماعه. الزبيب بيخلي الرز البسمتي او بالفراخ بالذات بيديله طعم جامد جدا. وطبعا بعد ما بيستوي لو انت حابه تحمصي شويه مكسرات تحطيها على وشها، بس انا استكفيت بالزبيب بس. كنت هنا طبعا مسخنه ميه وبحط الميه، مش بكتر الميه. بحط يا دوبك الميه عقله صباع زيه زي الرز المصري، ولا نقعته ولا سبته شويه في الميه ولا حاجه. يا دوبك غسلته وحطيته وحطيت عليه التوابل بتاعته والميه السخنه. يعني عشان ما حدش يقول ان انت نقعه عشان كده ما زودتش ميه، اللي هي كوبايه الرز عليها كوبايتين ميه والكلام ده، لا. حسب نوع الرز. فالرز البسمتي اللي موجود في مصر مش اللي هو احسن حاجه، فعلشان كده ما بنحطش اللي هو الكوبايه عليها كوبايتين. بنعمله مقدار اللي هو الرز المصري العادي. انا هنا اهم حاجه تقفلي لي الجناب كويس، مش عايزه بخار يطلع خالص خالص من السلوفانه. بنحط ورقتين سلوفان، المفروض نحط ورقتين سلوفان تحت الفراخ وورقتين سلوفان فوق الفراخ. بس انا هقول لكم دلوقتي انا عملت ايه عشان ورق السلوفان كان خلص عندي. بجيب بقى الخله بتاعت السنان واديها بقى تخريمه كده علشان انفس للفراخ ان هي تستوي، وكمان اللون بتاع الفراخ ينزل على الرز. احنا مش حاطين اي الوان خالص على الرز. هتشوفوا دلوقتي الرز هيبقى لونه تحفه قمر ازاي. بظبط بس بقى الدنيا كده، واحط بقى ايه اللي فضل كله من التتبيله على الفراخ. متنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتصلوا على حبيب المصطفى. جبت بقى قرن فلفل حطيته على وش الفراخ كده، كان المفروض ينحط مع الرز تحت فانا نسيت فحطيته على الوش. جبت بقى هنا حله، جبت بقى صينيه قصدي تكون محكمه ان هي ما تطلعش اي بخار، وحطيت فوقيها حله من الميه. ودخلتها بقى الفرن رف اوسط درجه حراره 200 لمده ساعه بالظبط. وكانت طالعه الله اكبر عليه. دخلتها الساعه 4:30 بعد العصر، طلعتها الساعه 5:30، ساعه بالظبط. دلوقتي بقى هنعمل بقى الصلصه او الدقوس اللي بنعتكل مع المندي. بشرت طماطميتين وجبت قرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي وثلاث فصوص من الثوم الصغننين، وهخرطهم كده بالمخرطه بتاعه الملوخيه. او لو عندك كبه صغيره ممكن تحطيهم فيهم كلهم عادي، بس انا ما عنديش كبه صغيره فخرطتهم ما خدوش مني اصلا دقيقه. وهحط عليها كمان عصره من الليمون، ليمونه واحده. طبعا حسب الكميه اللي انت عاملاها، لو هتعملي كميه اكبر هتزودي مثلا ليمونتين 3. وبعد كده احط هنا رشه كده من الملح ورشه من الفلفل الاسود.
وشويه من البابريكا وشويه من الخل، وهنديها بقى تقليبه ونحطها بقى في طبق التقديم. انا محدش بياكلها عندي الا انا، فعشان كده انا مش عامله كتير، وكمان فاض منها والله. يا جماعه مش قادره اوصف لكم ريحتها عامله ازاي. هنا اهو المندي كان خلاص جاهز معايا، دخلت قلبته، بس قلبت الفراخ على وشها علشان تدخل الفرن وتاخد اللون بتاعها. كان ممكن اسيبها تاخد لون اكتر من كده، بس ما حبيتش ان انا اشفها قوي، ما بحبش الفراخ اللي بتبقى ناشفه قوي في الفرن. كنت بقى شغلت الشوايه ودخلتها علشان تاخد اللون بتاعها، وطلعت بقى يا جماعه والله الكاميرا ظالمه لونها والله. انا بقى هوريكم هنا دلوقتي الجمال، وقد ايه اللحمه مستويه، وقد ايه الرز مفلفل مش معجون. هشيل بقى السلوفانه، وانا كنت خايفه، الرز يبقى لازق معايا من تحت. بس انا والله العظيم يا جماعه، أنا اول مره اعمل المندي ده، اول مره اعمله في حياتي، فبجد لا تجربه حلوه، وهجربها أو هجربها بعد كده باللحمه ان شاء الله. شايفين الرز حبايه وحبايه كده، اللون والالوان داخله في بعضها كده، مش قادره اوصف لكم يا جماعه. بس نصيحه مني، يشيلوا اللومي ويشيلوا بقى البهارات اللي هي الكباب الصيني والحبان ده، عشان لو جت تحت بق حد واحنا بناكل بتخلي الواحد نفسه تتصدع عن الاكل الصراحه. بس كده. وهنا كان خلاص بغرف الاكل علشان كان الاذان هيأذن، كان قرآن المغرب اشتغل. عايزه بس اوريكم كده، والرز بينزل كده وهو مفلفل ومش لازق في الصينيه. يا سيدي يا سيدي، اللهم صل على النبي. حاجه كده، مزيكا. احط بقى الفراخ بتاعتي بقى على الوش. طبعا الصينيه الواحده بتاخد لها فرخه، ما تحاوليش ان انت تحطي اكتر من فرخه على الصينيه الواحده. هنا بوريكم اللحمه، كانت بسم الله ما شاء الله حاجه كده ايه، دايبه دوب كهرمان. بس كده خلاص المغرب كان هيأذن. هنا بقول لكم ريحتها كانت خيال، وريحه الدقوس دوت الصلصه دي فظيعه. الناس اللي بتحب التوم وتحب الخلطه دي جامده. حط بقى عصير ايا كان بقى نوع العصير، فراوله، مانجا، تمر. بس كده. اشوفكم على فيديو جديد يا احلى واجمل متابعين في الدنيا كلها. متنسوش تحطوا لايك وتصلوا على الحبيب المصطفى.